يطير الحمام يحط الحمام. سماء أريحة فسحة حرية، لكن مداخلها موصدة، فجيش النظام يحكم الخناق عليها. كي تدخل المدينة عليك أن تتسلق جبال الأربعين الشاهقة وتمر عبر الوديان، لكن بحذر كي لا تصبح صيدا ثمينا لقناصة جيش النظام. نحن أول إعلام من غير الناشطين يدخل مدينة أريحة، حيث أن مدينة أريحة نصف أحيائها محرر والنصف الباقي محتل. سوف نتجول الآن في أحياء المدينة المحررة لنطلع على أحوال الناس هنا. لا تزال عربات النظام المدمرة شاهدة على معارك تحرير جبل الأربعين، لكن الجيش الحر أصبح الآن في موقع الدفاع ضد أي محاولة للنظام باقتحام الأحياء الخارجة عن سيطرته. صد أي اقتحام للجيش الأسدي أو صد أي انتشار. هون عنا بالبلد كل يوم في انتشار للجيش، بحيث أنه عم بيحاول يدخل على الحارات المحررة، ونحن عم نردوا كل يوم. وفي يعني نحن هلا بحالة دفاع مو بحالة هجوم. رح نصير بحالة هجوم وقت اللي بدنا نحرر المناطق اللي حوالي مدينة أريحة، مثل المعسكرات النيرب والأرميد وهالمناطق هاي. دمار أصاب معظم أحياء أريحة المحررة، فمدفعية معمل القرميد تدك المدينة كل مساء، وقنص يومي يتعرض له أبناء المدينة من حواجز الأحياء المحتلة، والتي تفرض حصارا خانقا على الأهالي. فقد ضرب الجيش الأسدي حصارا خانق حول المدينة، ومنع خروج ودخول المواد الغذائية والإعانات نهائيا، وركز القناصة على كل حاجز، ويقوم بقنص الصغار والكبار والأطفال. وتتعرض أريحة لمجازر يومي تتمثل بقصف بالهاون وبالمدفعية وبراجمات الصواريخ، يوقع كل يوم عدد من الشهداء والجرحى. 8 حواجز تحاصر المدينة، والجيش الحر ينتظر حسم معركة معمل القرميد كي يحرر ما تبقى من مدينة أريحة ويزيح الكابوس عن صدور الأهالي. من مدينة أريحة، عمار دندش، أورينت نيوز.